الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. ما شاء الله يا جماعه، طبعا زي ما انتم شايفين انا النهارده الجو حر قوي، وانا بصراحه كل لما يبقى الجو حر كده كل طبعا ما اخاف على الطيور اكتر وابقى قلقانه عليهم واطلع عايزه اشوفهم او احط لهم ميه او حاجه. طبعا انا مش بفكر في الاكل كمان قد الميه، واني اغطيهم من الشمس واشوف وضع العشه بتاعتنا ايه. فزي ما انتم شايفين اهو العشه ما شاء الله كلها ظل اهي، الله اكبر، ربنا يبارك يا رب. الحمد لله من اقل حاجه يا جماعه، وربنا بيهيئ العيش لاصحابه. والله هو من اقل حاجه اتعملت لهم عشه كبيره كبيره خالص وجميله خالص اهيت، الحمد لله هتنفعهم طول الصيف لحد ما ربنا ان شاء الله يسهلها لنا باذن الله كده ويكرمنا في الشتاء ان شاء الله نعمل الصاج. فالمهم انا بقول لكم الاكل طبعا في الظل اهو زي ما انتم شايفين. برضه نفس الحكايه اللي زي ما بيقولوا اللي انا حسبته لقيته. شايفين الفرخه يا جماعه اللي واقفه اهي اللي في رجلها الشنطه الصفراء دي اهي واقفه على اهو، شايفين اهو طلعت الحمد لله، اتقلعت من رجلها. خلي بالكم اهو الهوا بيجيب الاكياس، فانا بلاقي كده بقوم طالعه على طول شايله اي اكياس كده اهو الهوا جايبها بشيله كده عشان ارميه، وهحط لهم ميه بقى. هنا الاكل موجود قدامهم اهو، هجيب لهم ميه احطها لهم وانا كده مطمنه ان هم في الظل اهو. هجيب ميه وبعدين نشوفهم تاني مع بعض. جبت لهم الميه يا جماعه حطيتها قدامهم اهو. طبعا هم ماشيين ورايا خلاص بقى علشان عاملين حسابهم ان انا كل لما اجي طالعه بكون جايبه لهم اكل معايا او جايبه لهم اي حاجه اهو. فالوقت هم ماشيين ورايا انا هحط لهم الوقت اكل برده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده بقول لكم بطمن عليهم كل لما اطلع. يعني احنا دايما بنولي طيورنا يا جماعه ان احنا نبص عليها ونطلع لها، والجو طبعا حر يعني سبحان الله يا رب، يعني اطلع حتى اخد الثواب من ربنا لان الجو حر قوي معهمش هيبقى قادرين. فانا برضو طالعه ابص عليهم اشوف العشه بتاعتهم اللي مضلله برضو ولا فيها حاجه ان انا اغطي السقفيه بتاعتها بحاجه. لقيتها الحمد لله كويسه خالص زي ما انا بقول لكم. وبرده حطيت الاكل لهم، حطيت ميه. لما بلاقي الدنيا شديده خالص كده زي ما هي حر كده يا جماعه بجيب ميه وارشها عليهم او بخرطوم او حاجه علشان ينزل درجه الحراره بتاعت جسمهم. فالوقت هسيبهم ياكلوا كده وان شاء الله، والميه قدامهم اهي ونشوف هنعمل ايه تاني. ببص على بقيه طيوري يا جماعه اهو. فهنا ما شاء الله الله اكبر، هنا البطه نايمه خلاص اهي مع الفرخه، نايمين على بيضه اهو. مش عارفه بقى طبعا انتوا شايفين من ولا لا، بس انا بغطيها بالباب كده اهو. انا بغطيها كده يعني هي نايمه اهي ورا الباب اهو، هي والفرخه هي نايمين على بيض. فانا سايباها كده خلاص تكمل ان شاء الله باذن الله يا رب، ونشوفها بقى مع بعض. بس بعمل جوله على السطح كده وعنده طيوره كلها. كمان جيت ابص على الحمام اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب كده وما يخسرنا فيهم يا رب اهو. طالما ان انا طلعت السطح ابص على كل حاجتي بقى علشان انا مش بطلع كل يوم. انتوا عارفين ان انا بقول لكم انا عشان ظروف رجليا وكلام من ده ما بطلعش السطح كتير او حاجه. لما بطلع بقى بستغل ان انا ابص على كل حاجه كده واشوف الطيور شكلها ايه اهو. ربنا يشفينا ويدينا الصحه يا رب، لان مهما يعملوا اولادنا مش هيعملوا زينا. فربنا يزح عننا يا رب كده ويشفينا ويشفي كل مريض. احنا انا بحس بقول لكم ان الطيور والله بتفرح بطلعت الواحد لها. وزي ما بقول لكم دايما الطير زي اللي الله يرحمك يا امي كانت تقول لي الطير زي العيل الصغير، بيحس فعلا بدخله امه عليه او بفرحته بامه. فلما بلاقيهم شايفين عمالين ازاي بيجروا كده الحمد لله اهو. انا كده اطمنت عليهم. نشوف بقيت جولتنا على السطح عشان انزل ان شاء الله. اما البط ده بقى يا جماعه اهو زي ما انتم شايفين انا حابساه في الاوضه دي. الفرخه دي حابسينها اهي علشان هي بترقد وانا مش عايزاها ترقد، فحبستها كده مع البط مفيش. انما البط اللي هناك اللي موجود ده دلوقتي كان البط اللي الذكر الشين اللي هو الكبير ده. البط عندي بيعملوا بيعضوا على طول وبيجري وراه، فكان هو مزوي كده في مكان لوحده.
فانا طبعا خفت عليه لا يموت، قلت خلاص انا هحبسه هنا في الاوضه، وطبعا مش عايزه احبسه لوحده لان لو اتحبس لوحده برده هيعمل هيبقى مش هياكل ولا يشرب ولا حاجه. فانا قلت خلاص هدخل معاه البط ده كده، علشان انا عايزه البط ده يتقل كمان، ان انا بحط له اكل طبعا لوحده اهو، ان انا عايزه البط ده يتقل وفي نفس الوقت اذبحه بعد كده وياكل معاه. والبطه طبعا اللي جاب اللي هي السودانيه خالص ديت اللي كانت بقول لكم بترقد وفي نص الرقد كده تقوم قايمه مستسيب البيض وتقوم. فانا قلت خلاص سبتها لما كملت البيض بتاعها المره دي وحطيته تحت البطه اللي راقده بره، وقلت خلاص لما تتقل كده هذبحها باذن الله ان شاء الله يا رب. بس هسيبها طبعا تكمل تكوين جسمها ان شاء الله. فانا حبست كل دول هنا في الاوضه علشان زي ما قلت لكم الذكر ده، وعلشان البطه كمان اللي هي اللي انا عايزاها ما معلش تكمل بيض وهذبحها. والفرخه كمان اللي هي محتاره ديت رايحه جايه ديت عايزه تخرج بره الاوضه علشان ترقد. فكل دول اهو انا كده ببص على كل حاجتي على السطح قبل ما انزل، فالحمد لله بطمن اهوت كده. بقول لكم انا اطمنت الحمد لله يا جماعه على طيوري. بس طبعا عايزه قبل ما انزل اشوف البيض بتاع الفراخ، البيض في البوكس اللي هناك ده هو اللي عند الديك ده. فالمهم اللي فيه فرخه فوق بتبيض اهيتي، فانا بستنى بس ان هي تبيض علشان انزل اخد البيض من تحتها. مش عايزه اقيمها لانها خلاص بتبيض اهي، مش عايزه اقيمها طبعا وازعجها. لا اما تخلص كده ان شاء الله هاخد البيض اروح اشوفه واخده وانزل ان شاء الله يا رب. وببص كمان بقول لكم بونس الطيور بيا اهوتي اهو، خليهم الطير بيتونس بصاحبه زي ما بقول لكم كل شويه اهو، خليهم يبقوا شايفيننا كده ومبسوطين. الفرخه يا جماعه نزلت خلاص اهي، هروح اشوف بقى البيض اللي تحتها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي اهو، ما شاء الله ما شاء الله. لا هم لسه اهو، دول 3 بيضات يا جماعه، هم 3 بيضات انا جبتهم خلاص اهو. بس طبعا اكيد لسه هيبيضوا. بس انا بقول لكم انا طالعه الوقت، يعني احنا الوقت الجو لسه حر قوي، احنا الظهر الوقتي يعني احنا بنبقى نطلع اخر النهار نلم البيض ونحط لهم بقى العشاء بتاعهم وكلام من ده. بس طالما ان انا طلعت دلوقتي اخد البيض اللي جه بدل ما ينكسر او حاجه، ولسه ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب كده وبقيه الفراخ تبيض على اخر النهار اهو. طبعا ما عدتش لسه هطلع النهارده، ما اقدرش بصراحه. فخلاص انا بصيت كده هبقى عارفه اللي فيه ايه، يعني لما ابعت بنتي دلوقتي هقول لها تعمل ايه للطيور بالظبط، لان خلاص انا شفت كل الطيور عندي الحمد لله شفتها على السطح دلوقتي، هقول لها بالظبط تعمل ايه. النهارده كده الحمد لله يا جماعه بجوله بسيطه خالص عملناها مع بعض كده على السطح، نشوف طالما ان الجو حر كده نبص على طيورنا ونتابعها ونشوف اخبارهم ايه ونطمن عليهم. فالحمد لله ربنا ما يخسرنا ابدا يا رب. كده اطمنت انا على طيوري، ربنا يا رب يطمنا دايما على مالنا وحاجتنا يا رب. فانا هنزل ان شاء الله باذن الله كده، وادي الجوله بتاعتنا جوله بسيطه يا رب. النهارده الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.